في يوم من الأيام وسط التلج والضباب بتاع سيبيريا، ظهر راجل لابس أبيض دقنه طويلة وشكله بالظبط كده زي ما بتشوف في الأفلام لما بيجسدوا المسيح. الراجل ده واقف بيبص للناس وبيقول لهم: أنا يسوع، رجعت لكم تاني. إيه ده؟ يسوع رجع؟ في روسيا؟ أيوة يا صاحبي، الراجل ده اسمه سيرجي توروب، وكان شغال زمان شرطي مرور، وفجأة قرر يبقى المسيح المتجسد وساب كل حاجة وبدأ يبني طائفة دينية اسمها كنيسة العهد الأخير. بس السؤال هنا، هل هو فعلا كان شايف نفسه المسيح؟ ولا كان نصاب كبير لعب على عقول الناس؟ إيه اللي يخلي آلاف البشر يسيبوا حياتهم ويتبعوا راجل لابس أبيض عايش في الجبال؟ وإزاي الدولة الروسية سابته 30 سنة يعمل اللي هو عايزه؟ وليه فجأة قرروا يقبضوا عليه؟ ركز معايا لآخر الحلقة عشان تعرف كل حاجة. وهل فعلا فيساريون ده مظلوم؟ ولا هو شيطان لابس عباءة الأنبياء؟ وأهلا بيك في عالم هاروت. نبدأ الحكاية. في بداية التسعينات الدنيا كانت مقلوبة في روسيا. الاتحاد السوفيتي وقع والشيوعية وقعت معاها. الشعب بقى تايه، مفيش دين، مفيش دولة، ومفيش أمل. وساعتها ظهر هو سيرجي توروب. كان شغال شرطي مرور، والله بياخد رشاوي من العربيات ويكتب مخالفات. بس فجأة كده قالك جات لي رؤية إلهية وقال للناس: أنا يسوع، رجعت تاني عشان أنقذ البشرية. والله ما بعذرش. وسمى نفسه فيساريون وبدأ ينشر تعاليمه الجديدة، وقال لهم الدنيا هتنتهي قريب ولازم تتبعوني عشان تنجوا. وطبعا الناس اللي كانت تايهة ومرعوبة صدقته. بنى مستوطنة فوق الجبل، دار الفجر. راح على منطقة منعزلة في سيبيريا وقعد يبني هناك مجتمع خاص بيه، سماه دار الفجر. وابتدوا أتباعه ييجوا من كل أنحاء روسيا، وناس حتى من أوروبا. بيقولك في حوالي 300 شخص عاشوا معاه فوق الجبل، لا لحمة، لا سجاير، لا خمور، مفيش فلوس، مفيش نت، مفيش حاجة. بس في حاجة واحدة، في فيساريون بيكلم الناس ويديهم أوامر وتعاليم. والناس كانت شايفة فيه نور، كانوا بيصلوا له، يركعوا قدامه، يستنوا رأيه في كل حاجة. لدرجة إن واحدة من أتباعه قالت: أنا مستعد أموت عشانه، هو مخلصي. لكن الحقيقة كانت أبشع. فيساريون ما كانش نبي ولا حتى فيلسوف، ده كان بيلعب على عقول الناس. استخدم التلاعب النفسي، خليهم يشتغلوا ببلاش في الزراعة والبناء، والناحية تانية كان هو بيعيش في قصر خشب فاخر، بياكل، بيصرف، بيعيش مرتاح، بينما أتباعه بيعانوا في التلج والجوع. بس الغريب إن ولا حد كان بيشتكي. الناس كانت شايفاه المنقذ، رغم إن في منهم اتعذب وتعرض لانهيارات نفسية، وبعضهم فقد حياته الاجتماعية والمالية بالكامل. وفي سنة 20 حصل الزلزال. فجأة كده الشرطة الروسية اقتحمت المجمع الجبلي وقبضت عليه هو و2 من رجاله، وجريهم تهم خطيرة: التسبب في أذى نفسي وجسدي ل16 شخص على الأقل، استغلال مالي، استخدام التلاعب العقلي للسيطرة على الأتباع. ولما اتحاكم خد 12 سنة سجن مشدد في واحدة من أقوى سجون روسيا. بس هنا بقى السؤال، ليه الدولة الروسية سابته 30 سنة؟ هل كانت بتغض الطرف؟ ولا كانت مستغلاه في حاجة تانية؟ ولا هم نفسهم كانوا تحت تأثيره؟ وفي مقابلة قديمة سنة 2002 لما سألوه: هل أنت فعلا المسيح؟ قال لهم: الموضوع معقد، بس لو هنبسطه، أيوه، أنا يسوع المسيح. يا نهار أبيض! الناس اللي كانت معاه اتصدمت. كتير من أتباعه لما عرفوا إن تم القبض عليه بدأوا يهربوا من المستوطنة وقالوا: إحنا كنا تحت تأثير كبير، كنا مغيبين. في ناس لسه بتدافع عنه وبتقول إنه مظلوم، وفي ناس تانيين قالوا ده أخطر من أي زعيم طائفة في العالم. والفلوس، الكنيسة بتاعته كانت دايما تقول: إحنا لا بناخد فلوس ولا بنكسب حاجة. لكن تحقيقات الشرطة أثبتت إن فيساريون كان بياخد أموال من أتباعه، وكان بيعيش حياة مرفهة، وكان عنده نفوذ ورجال أمن.
وحتى نظام حراسة خاص. الدرس المهم هنا مش أي حد يقولك أنا نبي، مش أي حد شكله هادي ولابس أبيض يبقى طاهر. الناس دي بتلعب على أضعف نقطة فيك، الإيمان. وفي وقت الفوضى بيطلع دايما واحد يقولك أنا المنقذ، لكن الحقيقة إنه بيكون أكتر واحد بيستغلك. لو وصلت لحد هنا فأنت واحد من الناس اللي بتحب تفهم الصح وبتدور على الحقيقة. ما تنساش تعمل اشتراك في قناة هاروت إكس دلوقتي حالا، وفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجاية اللي هتكشف لك اللي محدش بيقولهولك. الخلاصة، فيساريون مش أول واحد يدعي إنه المسيح، ومش آخر واحد. الطوائف الدينية دي مش دايما بتبقى بريئة، أحيانا بتكون أدوات للسيطرة. لازم دايما تشغل عقلك حتى لو اللي قدامك بيقولوا إنه رسول. هل فيساريون كان مضحوك عليه؟ ولا كان هو اللي بيضحك على الكل؟ هل هو فعلا كان شايف إنه المسيح؟ ولا مجرد ممثل خطير؟ وإيه اللي يخلي آلاف البشر يتبعوا حد زي ده؟ الجواب عندك انت. ولو عندك رأي اكتبه في الكومنتات، ونشوفكم في الحلقة الجاية من هاروت إكس. وأهلا بيك دايما في عالم هاروت. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة، وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.